عمرو اديب استضاف من يومين ثلاثه كده وزير الاسكان. عمرو اديب ساله اسئله كتيره قوي خلال الحلقه، لكن في اخر الحلقه ساله سؤال يهم كل الناس اللي بتهتم بالرياضه في مصر، وبالذات قوي قوي الزملكاويه. هي ارض الزمالك ايه اللي هيحصل فيها؟ هل هترجع تاني نادي الزمالك او هيوفروا له ارض بديله، ولا خلاص كده ارض الزمالك راحت تماما ولا هياخد الارض ولا هياخد ارض بديله؟ وزير الاسكان رد وقال ان هو مهتم جدا بنادي الزمالك وعايز يقف جنب الزمالك قلبا وقالبا، وانه مهتم بنادي الزمالك وكل الانديه الجماهيريه في مصر. لكن الناحيه الثانيه ارض الزمالك معاه من 2003، وكان المفروض ينهي الاعمال اللي فيه خلال فتره معينه. الفتره المعينه دي خلصت، وكمان اتحط لها فتره اضافيه، والفتره الاضافيه دي كمان خلصت، فكانت لازم الوزاره تاخد اي رده فعل مع نادي الزمالك. كمان اكد، وركزوا قوي على الفقره الجايه دي، اكد ان في تنسيق ما بين وزاره الاسكان وبين وزاره الشباب والرياضه علشان يكون في حلول بديله. هنا عمرو اديب وقفه على طول، قال له انا سامع كلمه حلول بديله يعني ارض بديله، كده ارض الزمالك مش هترجع وهيبقى في ارض بديله. وزير الاسكان ما ردش، ضحك وخلاص. لكن عمرو اديب قال له انا هعفيك من الاجابه، بس انت اجابتك وكلمتك بتاعت حلول بديله بتاكد ان هيكون في ارض بديله. وفعلا وزير الاسكان اكد ان هيكون في حل بديل في خلال فتره من 3 ل 4 شهور بحد اقصى. وكمان اكد ان الارض دي مفيش حد اتقدم عليها، يعني لا في مستثمر عينه عليها ولا في حد عايز يشتريها ولا اي حاجه من الكلام ده. عمرو اديب سمع الكلمتين دول وشكره جامد قوي انه قال كده من غير ما حد يساله. لكن عمرو اديب طبعا ما سكتش وقال له هي طالما الارض دي محدش متكلم عليها، طب الارض دي تفرق ايه عن اي ارض تانية جنبها؟ قال له ولا تفرق اي حاجه. فعمرو اديب اكد عليه يعني الارض دي ما تفرقش اي حاجه عن اي ارض تانية، ومفيش حد متكلم على الارض، يعني مفيش حد عايز يشتريها. وزير الاسكان قال له فراح عمرو اديب قال له طب طالما كده ما تسيبوا نفس الارض دي لنادي الزمالك، طالما هي مفيش حد لا متكلم عليها ولا فيها يعني ميزه خزعبليه عن بقيه الاراضي، ما تسيبوها نادي الزمالك. لكن هنا وزير الاسكان ما ردش. فخلينا نشوف، المفروض انه من 3 ل 4 شهور المشكله دي هتتحل على يعني كلام وزير الاسكان، فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل.